ايه في رمضان؟ سؤال بسأله لنفسي كل سنة. يعني بعد ما نجيب الفانوس ونعلق الزينة ونحس بأجواء القيام والصيام، برضو هنعمل ايه في رمضان؟ اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. الجدير بالذكر ان كل سنة بحط خطط مهولة لنفسي. مش مهولة اقصد بيها هختم 50 مرة والخطط الكبيرة دي، لا، خطط مهولة للشخص اللي كان موجود قبل رمضان. يعني مثلا انا في الطبيعي بجيب الصلوات، احيانا ممكن اخر الصلاه، طبعا ربنا يغفر لي، دي حاجه انا مش فخور بيها اطلاقا. او مثلا اغلب الايام بجيب اذكار الصباح وبنسى خالص 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 اجيب اذكار المساء، لان اذكار الصباح بتبقى في بدايه اليوم والدنيا روقان مفيش زحمه، انما مش بفتكر اذكار المساء مثلا غير وانا بحط راسي على المخده بالليل. ويجي رمضان وقرر اني هصلي السنن بتاعت كل الصلاة، هجيب الأذكار كلها اللي ممكن تتقال في كل وقت، هجيب 10 أضعاف الورد الطبيعي اللي كنت بقرأه في العادة، هحفظ حديث. هو أنا قررت إن أنا بقالي سنة أو أكتر موقف حفظ حديث، فجأة في رمضان أنا هرجع تاني أحفظ حديث. وهنا يا صديقي العزيز تظهر مشكلتي، إني بشوف رمضان هو الفرصة الذهبية، وهو فعلا كده، بس مفيش بني آدم بيتحول في يوم وليلة. المفروض ان الطبيعي انك تكون بتجهز نفسك رمضان قبلها بشهر او شهرين. طب لو ما عملتش كده، سمعت حديث قاله دكتور عبد الرحمن داكر الهاشمي في محاضرة ما، وهو بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وهي دي الحقيقة، رمضان فعلا فرصة في انك تبدأ عادة جديدة لمدة 30 يوم، واستمرارك على العادة دي طول الايام دي كلها هيخليها تبقى جزء اساسي من حياتك. تخيل شهر واحد بس كفيل يقوم عندك عادة تستمر معاك لرمضان اللي جاي واللي بعده واللي بعده. طب ما تيجي كده نحدد الموضوع اكتر، احنا هنشيل عادتين انت نفسك تبطلهم وهنضيف عادتين نفسك تستمر عليه. اعتقد ان لو ده المكسب اللي هتطلع بيه من رمضان فدي حاجة عظيمة. مثلا العادتين السيئين اللي انا محتاجة اشيلهم هيكون اني ابطل اتفرج على مسلسلات، واني ابطل العصبية الزيادة. طب العادتين اللي انا نفسي اضيفهم ليا واستمر عليهم هما ورد ثابت من القرآن كل يوم وذكر الله دايما، وهضيف انا عادة ثالثة وهي الصلاة على وقتها. طبعا انت كشخص بتتفرج ممكن تكون عايز تخلي حاجات تانية تتكتب غير اللي انا قلتهم دول، طبيعي جدا، زي مثلا صدقة كل فترة بمبلغ معين، او انك تثبت ركعتين مثلا صلاة دايما قبل ما يأذن الفجر. يعني شوف انت حابب ايه. وممكن كمان تكتب تحت في الكومنتس ايه العادتين اللي هتبطلهم ولا هتستمر عليهم، من باب ان احنا نشجع بعض، وجايز حد يعمل العادة بتاعتك وساعتها تاخد حسنات على كل حاجة هو بيعملها. في اللحظة دي هيتحول الموضوع من اني داخل السباق بكل سرعتي في الاول وهاجي بعد ربع السباق ومش هقدر، لاني داخل السباق بسرعة معينة وثابتة، فاضمن اني اوصل لنهاية السباق، مش اني اوصل بسرعة. بس ده مش معناه اني هستكفى بدول في رمضان بس. قرأت مقولة عجبتني قوي بتقول، قال ابن الجوزي رحمه الله: الشهور 12 كمثل اولاد يعقوب عليه السلام، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين اخوته، فكما ان يوسف احب الاولاد الى يعقوب كذلك رمضان احب الاشهر الى علام الغيوب. ده غير ان رمضان لما كانش شهر مميز ما كانش اتذكر في كل الاحاديث دي، وكمان في ايات كتير جدا في القران. يعني كفايه جدا انه موجود في الليله اللي خير من 1000 شهر. فالمهم انت اجتهد واسعى، بس دايما خليك عارف ان في هدف انت حددته. وقت ما تحس انك مش قادر تزود عليه ركز وارجع تاني وخلي ده هو اساسي. واخيرا من ضمن الحاجات اللي كان نفسي اعملها في رمضان ده هي التدبر. طبعا مش هنروح نقرأ التفسير بتاع المصحف كله، هنتهلك، ولو انت حد مش متعود على حاجة زي دي مش هتقدر. فبكل بساطة هي صورة واحدة نعرف معناها والتفسير بتاعها والآيات بتاعتها اتذكرت ليه وامتى. اعتقد ان ده هيكون كفاية. والصورة اللي انا قررت اختارها هي صورة الانبياء. كل مرة بسمع فيها سورة الأنبياء لازم أشعر عند بس أول آية فيها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فبجد
بجد جوايا احساس قوي جدا بان نفسي اعرف تفسير الصوره كلها. فبكل بساطه نقدر نقول دي خطتي لرمضان. ودلوقتي بقى يلا بينا نروح لجزء الفرهده، يلا ننزل نجيب الزينه. شدنا الرحال ونزلنا السيده زينب، ولفنا كتير في الاماكن هناك. الاجواء لذيذه والزينه في كل مكان وفوانيس كتير قوي قوي. وبعد شويه وقت لقيت الحاجات اللي كانت عجباني واللي هتشوفوهم بعد شويه كده كده، ودول كان شكلهم كيوت قوي للمخدات الصغننه فجبتهم وش. وبعد لف كتير استقريت على الفانوس اللي عجبني، ودلوقتي يلا بينا نعلق الزينه. اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها، والمقدمه من هنا تحفه. اي نعم الصوت مش الطف حاجه بس اوكي. المهم انا جايه اقول ايه؟ اللي جاب زينه رمضان يرفع ايده لفوق. فانوس جديد وصابت النور اللي بجد نفسي قوي اشوف شكلها على خاطر هيبقى عامل ازاي. وبصوا كيوت ازاي، وفي منها لون تاني تحفه. المهم تعالوا بقى كده نظبط الدنيا ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا اول حاجه محتاجين نعلق ستاره الزينه. Two hours later. ودي كده كانت اول مشكله واجهتني، واكيد كان لازم ادور على حلول بروفيشنال. وبعد ما علقت الطرف التاني القيت نظره سريعه كده وحسيت انه فقررت اني هطلع افك كل اللي انا عملته ده واعيده تاني من الاول. وطبعا ما ننساش الفانوس الكيوت بتاعنا. اي نعم نسيت اجيب له شمعه بس عادي. وده كده شكل المكان بعد ما تحسوا ان رمضان جه الاستوديو قبل ما احنا شخصيا نروح. رمضان هذا شهر الغفران، يغفر ذنبي رحمن، زدني من الإيمان يا رحمن. بس كفايه جدا حبه الهدوء والتركيز اللي حصل بعد كده. دايما بقول ان مهم قوي ان نفسيا تكون مرتاح علشان تحب الطاعه وانت بتعملها، وتبقى كمان متحمس انك تعملها. فلو شويه زينه وفانوس بتدخل على قلبك السرور اعمل ده، وما تنساش في وسط النعم دي تدعي للناس اللي فقدت بيتهم امانهم وراحتهم ان ربنا ينصرهم ويخفف عنهم. وبس كده. عارف ان الفيديو ده نزل متاخر شويتين بس انا مريض. المهم لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وشير، سبسكرايب، زر الجرس، واتمنى تكونوا استفدتوا ولو بنسبه صغيره جدا من الفيديو ده. وبس كده، سلام. تن تارارارا رارارارا تن تارارارا رارارارا تن